حنا على بعد قل من سيمانه باش كاع الدوريات يساليو، ماشي عاد الدوريات بل المنافسات القاريه والكؤوس، فين عدد من نجوم المنتخب قدروا يوصلوا لي فينال ديال مختلف لي كومبيتيسيون ديال القارات كديال افريقيا، اسيا، اوروبا وامريكا الشماليه، قلت لنا امريكا الجنوبيه واستراليا الا بغيتي تعتبرها. وكنا عارفين من كيسالي الموسم الكروي شنو كيجي واحد التنافس اخر اللي لا يقل اهميه واثاره، الا وهو سوق الانتقالات، وخصوصا سوق الانتقالات الصيفيه. في كنشوفوا مختلف فرق العالم كيخسروا الملايين على اللاعب اللي تألقوا في الموسم ولا كيظنوا يقدموا الاضافه النادي، خصوصا ان هذا الموسم كنظن انه من ابرز المواسم اللي شد تألق لاعبي المنتخب. خير مثال انهم مشاركين في مختلف الفينالات، وهنا فينا نحاولوا نشوفوا كل لاعب ديال المنتخب فين يقدر يمشي وفين يقدر يتواجد العام الجاي. في البعض منهم يقدر يصدموكم، كنوعدكم ان مورا هذا الفيديو تخرجوا فاهمين كل شيء، وبالمقابل خلي معك شي لايك ولا كتنساوني الاخوان. شوف في وصل هذا الفيديو ل 20,000 لايك نعطيكم شي كادو الفيديو الجاي. ما بغيتش نديرها كبيره، خلي لايك وضروري ما نخليكم مع سبونسور اللي هو وانكس، اللي كتعتبر واحده من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفروق ديالك المفضله. هو ضروري ما تركزوا على ثلاثه الحوايج. اول حاجه وضروري مهمه، ضروري ما تكون فيه 18 عام. ثاني حاجه اللينك كيخدم في المغرب. وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فرح 11 باش يعطيك $130. ونصحكم حتى واحد الجروب تيليجرام اللي هو هذا اللي كتعتبر احسن جروب كاين الا بغيتي تلعب على الفروق المفضله ديالك. غنخليكم حتى هو في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. راكم عارفين اللاعبين ديال المنتخب الوطني كثار، دونك نتبازاو على اللائحه الاخيره اللي خرجات اللي مشينا لعبنا بها ضد موريتانيا وانغولا باش نتبازاو على اللعابه فين يقدروا يمشيو. الا مشينا ندوي على كاع لعابه المنتخب اللي دازو ما غنساليوش. كتبازاو على اللائحه الاخيره في انتظار انا غتخرج وحده من هاد السيمانه كذا الماتشات ديال جوان. اوكي فنبداو بحراسه المرمى. الحارس الاول ديالنا هو ياسين بونو، لاعب ديال الهلال اللي قدم موسم اقل من يمكن لك تقول عليه خرافي. كنظن اقل حارس استقبل اهداف في مختلف البطولات. راه بان الفرق منين ما شاركش في كاس اسيا وكانوا كيخليو الحارس الاخر شحال تمارك عليه من بيت. هو السبب الرئيسي علاش الهلال تقسات من كاس اسيا، بينما الدوري ذاته قبل ما يسالي. كيقولوا ان ياسين بونو باغي فريق بي اس جي نظرا للمستوى العالي اللي كيقدموا باش يكون خير بديل دوناروما وينافسوا. ولكن من وجهه نظري انا كنظن ان ياسين بونو غيكمل العقد ديالو مع الهلال، عنده جوج ديال المواسم، يلا دوز واحد دونك يكمل الثاني ومن بعد يقدروا يمشي لاي نادي بغا. دونك كنظن ان هذا بعيد ولا مستبعد يوقع، خصوصا ان بي جي عندها حتى حارس كبير اللي هو دوناروما، وبونو ما غيمشيش باش يكون روبلاسون. اوكي فتخيلوا انا بونو كنرفض ريال مدريد، فما بالك بي جي المنافسات الافريقيه. اذا كنظن ان ياسين بونو غيبقى في الهلال يكمل الموسم اللي باقي ليه. نمشيو دابا لي زاكس ديال الديفونس. فين عندنا شادي رياض لاعب ديال ريال بيتيس اللي حصل على المكانه ديالو في الفريق، اللي كان في الكونفوكاسيون الاخيره ولعب ماتش مع المنتخب الوطني. هو معار من برشلونه البيتيس. كنظن ان الفريق الكتالوني غيسترجع الاعاره ديالو ويرجع عنده فعل والو يلعبوا الموسم الجاي معاهم. دونك شادي رياض يقدر يرجع لفريق برشلونه اللي مسلف اصلا البيتيس. نمشيو لواحد لاكس اخر اللي هو نيف اكرد، لاعب ديال ويست هام، واللي لاحظنا انه كان عنده مشاكل اما مع المدرب ما كيدخلوش ولا الاصابه اللي بعدته اخر الموسم كامل على النادي، يعني غاب على بزاف الماتشات في الاخر. كنظن انه يقدر يبدل النادي ديالو نظرا للوضعيه اللي هو فيها وديال المدرب اللي كاين. في خرجوا اخبار كيقولوا ان فريق مارسي باغي يعني يقدر يرجع فرنسا نيف اكرد، ولكن على حسب اخبار اخرى خرجات نيف باغي يزيد يطور من راسو، باغي يبقى في البريمير ليغ نظرا لانه اقوى دوري. دونك كنظن انه يقدر يبدل الفريق، ولكن غالبا يكون شي فريق في البريمير ليغ. ومشيو الاكس الثالث اللي عندنا اللي هو اشرف داري، اللاعب ديال بريست اللي تم الاعاره ديالو نصف موسم لشارلغوا البلجيكي. عارف الاعاره ديالو قدم مستوى خيالي، تخيلوا مع داكشي اللي داروا في الاعاره كبر من اللي داروا في الانتقال ديالو، لذلك يقدر فريق شارلغوا يتعاقد مع ديال بصح ولا يرجعوا الفريق ديالو. ومشيو دابا الاظهره ديال المنتخب الوطني. في عندنا اشرف حكيمي. تخيلوا معايا اشرف حكيمي واحد من افضل الاظهره في العالم كامل. خرجوا اخبار على ان مانشستر سيتي امام ان والكر يقدر يمشي باغيه ليها يجي لعندها، ولكن انا كنستبعد هذا الخبر. كنظن ان حكيمي باغي يصبر العام باش يلحق على الصديق ديالو ويرجع المدينه ديالو مدريد، النادي الملكي ريال مدريد. دونك حكيمي كنظن يبقى في بي اس جي حتى العام الجاي عاد باش يجي لمدريد. نمشيو لظاهر اخر اللي هو يحيى عطيه الله، لاعب المنتقل الاف كا سوتشي الروسي، النادي اللي نزل الدرجه الثانيه ما لعبش معاهم بزاف عطيه الله، لذلك مع نزول الفريق للدرجه الثانيه كنظن عطيه الله غيبدل النادي ديالو وفحال والو يرجع لافريك. في خرجوا اخبار كيقولوا على ان النادي الاهلي باغي عطيه الله ولا يقدر يرجع النادي الجيش الملكي. ما نساوش انه كانوا وقعوا عليه مشاكل مع الوداد. دابا نتجهوا لوسط الميدان. في عندنا سفيان امرابط لاعب ديال مانشستر يونايتد اللي مع وجود اريكسن كازيميرو وماينو ما ضمنش التيتولاريتي ديالو، ولا كانت عنده وحيدوها ليه، خصوصا التالق ديال ماينو اللاعب الانجليزي. المستوى ديالو كان في تذبذب في الاخر، كان شويه ناقص، ولكن في الماتش ولا من الماتشات الاخيرين داروا هذا الانقاذ خرافي فين بقى هو ضد ثلاثه وما خلاهمش يماركيو. يمكن ديك اللقطه بحد ذاتها تعتق الانتقال ديالو. ما نساوش انه هو معار من فريق فيورنتينا اليونايتد. ما نظرش انا اليونايتد يفعلوا الشراء ديالو، ما كاين النوادي باغينو على راسهم اي سي ميلان ولا يرجع لفيورنتينا. دونك
غالبا امرابط غيرجع للطاليان. نمشيو عند واحد لاعب متالق اخر اللي هو اسماعيل السيباري اللي تالق في الشامبيونز ليغ وماركا واحد من احسن الاهداف. النادي ديالو جوبونس دا الدوري بخساره وحده، يعني ما يمكنش على مستوى كيقدموا. فين كيقولوا ان اسماعيل السيباري باغي ينادي البي اس جي باريس سان جيرمان. واش بصح ولا لا؟ الايام المقبله غتقول لينا. نمشيو دابا عند واحد الصديق ديالنا بيرسونيلمون اللي هو عبد الحميد الصابري، اللاعب ديال الفيحة، معار من فيورنتينا، يعني هو مسلفينو، دونك نورمالمون خاصو يرجع لفيورنتينا. مي كنظن ان الفريق السعودي غيفعل الشراء ديالو نظرا للتعلق ديالو ماركا كوفرا بيت مؤخرا، ولا يقدر يمشي لشي نادي اخر في السعوديه. دونك كنظن ان الصابري غيبقى في السعوديه اما في فريق الفيحة ولا غيمشي لشي فريق اخر تما. نبقاو مع وسط الميدان في عندنا بلال الخانوس، لاعب الشاب جانك اللي احسن لاعب في الدوري البلجيكي. فين قال لك باغي تشافي الونسو باير ليفركوزن، كنظن يكون خيار مثالي ليه باش يزيد يطور من نفسه، خصوصا يقدر يشارك في الشامبيونز ليغ. وكلاعب اخير في وسط الميدان عندنا عز الدين وناحي اللي الاغلبيه كيشوفوه برا مارسيل كثر ما هو فيها، وفين كيقولوا انه وصلوا بزاف العروض من السعوديه على راسهم نادي الاهلي السعودي اللي فيه فيرمينيو محرز الى اخره. واش ينتقلوا ولا لا؟ كيبقى الخيار عند وناحي. انا كنظن من الاحسن يبقى في اوروب تشامبيونز ليغ الى اخره، مازال صغير. نمشيو دابا ندوي على الاجنحه ديال المنتخب الوطني. من اول واحد عندنا هو زياش، فين قالت التصريح فعلات البوند ديال انها تشريه بعد ما كانت مسلفه من تشيلسي. ما نساوش ان زياش قدم واحد المباراه خياليه ضد اليونايتد، هو اللي ربح قالت التصريح كاع. دونك ما نساوش ليه الخير ديالو، ما نساوش ليه التالق ديالو، وفعلوا الشراء. دونك مازال غنشوفوا زياش في تركيا. نمشيو لعند لاعب اخر اللي هو عبد الصمد الزلزولي، لاعب ديال بيتيس، واخا ان العقد ديالو واحد البارتي منه مازال ديال برشلونه، فين بزاف كيوضعوا في نادي الاتحاد السعودي، يعني غادر اوروبا ويمشي للسعوديه. نمشيو عند واحد من ابرز النجوم ديال المنتخب ديالنا اللي هو ابراهيم دياز، لاعب ديال ريال مدريد، واخا انه ماشي تيتولير 100% كيقدم اداءات خرافيه، وهذا هو السبب حيت ما كيلعبش ديما، ما عطينوش بلاصه 100%، خصوصا بقدوم مبابي واندريك الى اخره. غتصعب عليه يزيد يلعب، وبتالق ديال اللاعب التركي اردا غولر صعيب عليه يلعب بزاف الماتشات. دونك يقدر يمشي لشي نادي اللي ضمن فيه الرسمي ديالو 100% على راسهم ارسنال اللي باغينو ديال بصح. واش ابراهيم دياز يخرج من الريال ولا لا؟ دابا نشوفوا، مي نفضل صراحه يبقى فيها ويتقاتل على البوست ديالو. نمشيو للاعب اخر اللي حقق الدوري الذهبي في واحد من احسن الفرق في اوروبا حاليا، باير ليفركوزن، اللي هو امين عدلي. في كيقول لك باغينو فريق ليفربول. تخيلوا معايا عدلي راه تيتولير لتشافي الونسو، يعني راه رسمي في التشكيله ديال باير ليفركوزن، والاداء اللي كيقدمو لا علاقه له مع المنتخب. راه عدلي ديال ليفركوزن اليوم عنده الفينال ديال اوروبا ليغ، نتمنى يربحها علاش لا يماركي واحد اخر مع الفريق ديالو. واش يمشي لليفربول؟ دابا نشوف. ومشيو لاخر لاعب عندنا جناح ديالنا رحيمي، لاعب الجد متالق في كاس اسيا، لاعب ديال العين اللي قصى جوج ابرز فراقي في السعوديه اللي هما النصر ديال رونالدو والهلال ديال نيمار. كيقول لك انه باغي فريق الاتحاد السعودي وبالاضافه لفريق سيفيا الاسباني. اللي جدا سولتو لي انا صراحه ما كرهتش، باقي صغير رحيمي يجي صبن ديال سيفيا يلعب تشامبيونز ليغ اوروبا ليغ، وعلاش لما يتصعد مع كبار الفرق الاوروبيه تيكبر يمشي السعوديه. يعني بدون شك انه عنده بزاف لي زوفر على راسهم. راه نايك براسها بالتالق ديال رحيمي سينات معاه. ودابا نمشيو عند المهاجمين ولا رؤوس الحربه ديال المنتخب. في عندنا وليد شتيرا، لاعب ديال نابولي، كان ديجا شراتو مي خلاتو الفروزينوني باش يولف على الدرجه الاولى الايطاليه، مي دابا غتاخذوا يعني غتشوفوا وليد شتيرا مع نابولي هذا الموسم. عندنا ايوب الكعبي، لاعب اللي جيت متالق في الكونفرنس ليغ، المنافسه الثالثه في اوروبا، راه هو الهداف ديالها. قصى استون فيلا راسو ب5 الفيوت، تخيلوا معايا. واستون فيلا نيت كيقول انهم مهتمين به، وقعت ديك القاعده ديال يورغن كلوب، اي لاعب كيماركي عليه بزاف كيشريه بحال داروين نونيز الى اخره. دونك استون فيلا مهتمين ديال بصح بايوب الكعبي، ويقدر يمشي للبريمير ليغ. صراحه ما كرهتهاش ليه، خصوصا ان استون فيلا ضمنوا بلاصتهم في الشامبيونز ليغ. واللاعب الاخير اللي هو يوسف النصيري، النجم ديال فريق سيفيا اللي دخل ما بين ابرز الهدافين ديال النادي. كيقولوا ان فريق ويست هام باغيه فريق ديال نيف اكراد، دونك ما كرهناش نيف يبقى يزاد عليه النصيري ويلعبوا في البريمير ليغ. حنا اللي باغيين هما ان اللعبه ديالنا ينشطوا في افضل الدوريات باش يكون عندهم احسن خبره واكسبيريونس المنافسات اللي كيجيو مع المنتخب. دونك هادو هما ابرز الشائعات اللي خرجوا. الا نسيت شي واحد ما تنساوش قولوا لي في الكومونتير، واخا حاولت نقلب لو ماكسيموم بوسيبل وتفاديت اني نقول دوك الشائعات اللي ما عمرهم ما غيوقعوا. هادو هما ابرز الاخبار حول انتقالات اللاعبين المغاربه. في نظركم شكون هو الاقرب لانه يوقع؟ الا كان عندك الاختيار تهز لعاب وتحطه في شي نادي، شكون غتختار واين نادي؟ ما تنساوش تجاوبوني على هذا السؤال. وإلا وصلتي حتى لهاد المرحله من الفيديو بغيتي تكومونتي ليا توكسي TOXE، مش عارف كتفرشيت الاخر ونخليك القلب. انا كنعقل عليكم، ما تنساوش ديروا لي لايك باش نجيب لكم كادو 20000. هكا كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا. كان معكم فاروق لايف، نتمنى نكون شرحت لكم فهمتوا لي اهم حاجه. نتلاقاو الفيديو الجاي، تراو لي في راسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا، عمري شفت شي تشيكا بحالك هكذا ونيه، ما كرهتش انا وياك حبايبي نديرو منين يا بنادم جاري معنا في حالة زاد في كينيا.